بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله بدنا ناخد الدرس الثاني لمادة الرياضيات لصف خامس ابتدائي، التحليل إلى العوامل الأولية. فطبعا عشان احنا نحلل العوامل الأولية بعطينا هو عدة خيارات. نعطينا احتفال بيوم الأرض مثلا، أعطانا يقول لك 50 هي عبارة تساوي 1 في 50، 2 في 25 اللي هو عندي فيه رقمين 25 في 25. طبعا بدنا نجيب عوامل العدد 50 اللي هو طبعا هنا 1 ضرب 50، وهنا 2 في 25، وفي عندي اللي هي طبعا 3 بتزبطش، وعندي في اللي هي 10 في 5. فبنعدد العوامل إلى العدد 50 اللي هي عندي 2 والخمسة والعشرة، هدول للعدد 50. هاي 2 والخمسة طبعا 25 في 2 و10 في 5، هدول عوامل العدد 50. لو أخذنا عوامل العدد 18 اللي هو 18 بقول لي اللي هو 3 في 6 اللي هو تساوي 3 في 2 في 3، 3 في 2 في 3. طبعا أنا عندي الثلاثة اللي هو الثلاثة عندي واثنين عوامل أولية. طبعا أنا لما بدي أحلل لازم أحلل عوامل أولية، عشان كده هو إجا قال لي الستة 2 في 3، فهي عوامل 18 هي 8، 3 في 2 في 3، وهي هذه العناصر الأولية للعدد 18. طبعا عشان قال لي حولها إلى عواملها الأولية. طيب لو نشوف المسألة اللي بعديها، طبعا بقول لي لو حلل العوامل الأولية 20 عبارة عن 4 في 5، فعبارة الأربعة عبارة عن قديش؟ عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 5. طبعا الخمسة هو عامل أولي، الأربعة لا، يبقى أنا العوامل الأولية هي إيش تكون اللي عند العاملين بس عددين اللي هو 2 وال5. طيب بقول لي حلل العدد 90 إلى عوامله الأولية بعدة طرق مختلفة. طبعا أنا 90 تساوي 10 في 9، وال10 إجينا قسمنا عبارة عن 2 في 5، والتسعة عبارة عن 3 في 3. هذه الطريقة. طبعا هذول العوامل أعداد أولية. طبعا أخذنا احنا الأعداد الأولية 2 و3 و5 و7 و11 و17 و23، يعني الأعداد الأولية زي ما حكينا لكم المرة اللي فاتت. طيب 90 عبارة عن 3 في 30 اللي هي عبارة عن تساوي 3، وال30 عبارة عن 3 ضرب 10، هي 3 في 30، 3 ضرب 10. طبعا وال10 عبارة عن 2 في 5، يبقى أنا عندي 3 في 3 في 2 في 5، ترجع على نفس النقطة اللي هي الأولانية اللي كتبناها فوق، نفسها اللي هي 3 ضرب 3 و2 و5. ولو نلاحظ برضو 90 هي كمان يعني بأكتر من طريقة، 2 في 45 نفس الحاجة هي 2، ال45 عبارة عن 9 ضرب 5. طبعا أنا عندي الاثنين والخمسة هي عوامل أولية، ضلت التسعة عبارة عن قديش؟ عبارة عن 2 في 3، يبقى أنا التسعة عبارة عن قديش؟ 3 في 3 اللي هي 9، وعندي هي 2 ضلت و5، فهي رجعت لنفس المقدار، هي نفس العوامل الأولية. طبعا بقول لي طبعا لا تختلف. أتأمل العدد الأولي الناتجة في نهاية كل تحليل عدد 90 لو هل يختلف؟ طبعا لا تختلف، لأنه بيرجع لنفس العوامل الأولية. طبعا لو بدنا نرجع لل 48 عبارة عن بقول لي أي من هذه النشاط مين الإجابة الصحيحة ومين الإجابة الخاطئة. طبعا نفسرها العوامل الأولية. طبعا هذا عامل أولي صح، وهذا عامل أولي صح، هذا الأربعة مش عامل أولي، فعشان كده هذه الإجابة هي الخطأ. يبقى أنا
مين الخاطئة؟ اللي هي فاطمة خاطئة. طيب بيقول لي نشاط يحل على 72 العوامل بعدة طرق. 72 هي عبارة عن يعطيني مضامينها 1 في 72 أو 2 في 36 أو 3 في 24 و4 في 18 و6 في 12 و8 في 9. وهذه بنرجعهم طبعا كلهم لعواملهم الأولية. 2 في 36 وال36 بنيجي بنحللها هي عبارة عن 2 في 18 و18 بنحللها 2 في 9 و9 بنحللها 3 في 3. يبقى أنا بتاعتها الأولية هذه هي بالضبط بتطلع على 72. طبعا هي إجا حللها نفس الحاجة. 72 على 2 36 على 2 18 على 2 9 على 3 3. ف72 اتحللت بهذا المقدار. لو حللها طبعا بالطريقة 72 على 8 9 حللنا 8 2 في 4 و9 3 في 3. فرجت عندها هي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. بترجع للعوامل الأولية. طبعا الطريقة اللي احنا استخدمناها بسميها طريقة استخدام شجرة العوامل الأولية، لأنه احنا بنبدأ تحليل 2 و3 و5 وهكذا قبل ما يصل عندي لعامل الأولي. طبعا نعطينا تعاون أفراد في كتابة أخرى لتحليل 72 العوامل الأولية باستخدام شجرة العوامل. نفس الشيء بنحللها. طيب لو بدنا نحلل العدد 30 هي نشاط باستخدام شجرة العوامل نفس الحاجة. نقول 30 على 2 ايش بتساوي هنا؟ 15. وال15 تساوي ايش في ايش؟ تساوي اللي هي 3 في 5. فبصير عندي 2 ضرب 3 ضرب 5. هذه بتاعت 30. أنا عندي 30 ممكن أعملها اللي هي عبارة عن 5 في 6. والستة طبعا مش عدد أول هي 2 و3. ونفس الحاجة بتطلع هي نفس هذه القيمة اللي هي 5 في 2 ضرب 3. طبعا أنا بدي استخدم طريقة القسمة المتكررة. هي نفس الترتيب الأولاني. هي مجرد إنه كل شوي بدي أقسم على 2 وبأصل أنا للإجابة حتى لأوصلها. لو أخذنا أنا عندي 64 بهذه الطريقة. لو قسمنا 64 نشوف منها عملة 64 على 2 تطلع 32 يعني هيك بعدين 32 على 2 قديش بتعطيني؟ 16. 16 على 2 بتعطيني 8. 8 على 2 بتعطيني 4. 4 تقسيم 2 بتعطيني 2. و2 تقسيم 2 بتعطيني 1. يبقى أنا هدول هم العناصر الأولانيين اللي هي هذه المجموعة. 64 هي عبارة عن 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2. وهذه هي طريقة القسمة المكررة. وعندي طبعا ال 42 على 2 21. 21 على طيب مش على 2 على 3 بتيجي 7. 42 على 2 تساوي 21. 21 تقسيم 3 قديش بتساوي 7. 7 تقسيم 7 بتساوي 1. لازم أصل في النهاية للنتيجة 1 عشان تنتهي العملية. فطلعت 42 عبارة عن 2 في 3 في 7. 64 هي زي ما كتبناها هي 1 2 3 4 كله 2 في 2. والتلاتة عندي 315 تقسيم 3 بتساوي 105. 105 تقسيم 3 قديش بدها تساوي عندي؟ 105 تقسيم 3 هتساوي عندي اللي هي 35. 35 طبعا نقسم على 3 بتقسمش تقسم على 5. 35 على 5 اللي هي بتيجي 7. 7 تقسيم 7 بتساوي 1. بتطلع عندي هذه القيمة اللي هي عندي 3 في 3 315. 3 في 3 في 5
في 7. هذه هي الطريقة. ولو أخذنا بقول لي مثال تاني أكمل بالعوامل المتكررة الأولية نفس الحاجة. 96 على 2، لو قسمنا 96 على 2 حطلع لي عندي 48. 48 على 2 حتعطيني 24. 24 على 2 حتعطيني 12. 12 على 2 راح تعطيني 6. 6 على 2 راح تعطيني 3. 3 تقسيم 3 راح تعطيني 1. يبقى صارت أنا عندي 2 نضربها كمان 2 نضربها كمان 2 نضربها كمان 2 نضربها في كمان 2 نضربها في 3. وهيك أنا بكون قسمت للعوامل الأول. نفس الحاجة لو اتبعنا ب3. 96 تقسيم 3 حتعطيني قديش أنا عندي. لو ضربنا 96 في 3 حتعطيني اللي هي 32. 32 بالضبط هنا حتعطيني 32. 32 تقسيم اللي هو طبعا ناخد 2 حتعطيني 16. تقسيم 2 حتعطيني 8. 8 تقسيم 2 حتعطيني 4. 4 تقسيم 2 حتعطيني 2. 2 تقسيم 2 حتعطيني 1. نرجع نفس النقطة 3. هاي نعد عندي 1 2 3 4 5. هاي 2 2 2 2 2. وهيك بنكون احنا حلينا هذه المسألة. طبعا نحن عندنا بضل لو بدنا نحلل العدد 40 لعوامله بالقسمة المتكررة نفس القسمة اللي هي اللي تو أخذناها. طبعا هذه اسمها القسمة المتكررة. نفس السؤال بسيط طبعا ممكن نكون حلونا نجي نحط هنا 40. هاي عندي على 2 بتساوي 20 على 2 بتساوي 10 على 2 بتساوي 5. 5 على 5 بتساوي 1. يبقى أنا باخد الأرقام هدول بضربهم فبيطلع أنا عندي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 5. وهكذا أنا ممكن أكمل أحل بالقسمة المتكررة أو باستخدام العوامل نفس الخط. طبعا إحنا عشان نحل نشوف من العدد الأولي اللي بيقسم. طبعا هذا العدد لا يقسم فهذا عدد أولي. هذا بيقسم 17 عدد أولي بيقسمش. هذا مش أولي. 53 عدد أولي بس. فاحنا لو جينا نحلل يعني نقسمه على أي عدد بيقسمش على 2 على 3 على 5 بيقسمش ولكن الأرقام. طيب حلل كعدد كالآتي. ما هو هذا العدد؟ طبعا بنجيبه العدد نضربهم في بعض. طبعا هي عندي هنا قديش هنا بيطلعوا 8 سنحسبها. وهذه 8 وهذه 2. يبقى أنا عندي 8 في 8 64 ضرب 2 فبيطلع أنا عندي قديش العدد 128. طبعا عشان أنا ممكن أحسبها طبعا هيك ممكن نكتب 64 هانها. هاي عندي 64 عشان نسأل ضرب 2 وتساوي 2 في 4 8. 2 في 6 ب12 بيطلع 128. طبعا بنحلها بهذه الطريقة. طبعا أنا نقدر نرجع زي ما بدنا العددين أو الثلاث أعداد. تحليل العدد الأول معروفة. هاي هنا عندي 4 وهنا 6 يعني العدد بيطلع 24. والعدد الثاني هنا 4 وهنا 9 يعني بيطلع عندي 36.
يبقى هذا العدد هو 24 وهذا 36. وبهيك احنا بنكون خلصنا وأنهينا هذه الدرس.